بكرة إن شاء الله تعالى الخميس ليلة من أعظم ليالي الدنيا، ليلة الرحمات، ليلة المغفرة زي ما قال أهل العلم، ليلة النص من شعبان. هقول لك على حاجات تعملها في الليلة دي، وعلى حاجة واحدة لازم تتجنبها، لازم تحذرها. ومغفرة ربنا سبحانه وتعالى في هذه الليلة واسعة. النبي في الليلة دي كان عند السيدة عائشة تقول: ففقدت النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت أبحث عنه، فإذا برسول الله في البقيع، فلما وجد السيدة عائشة قال لها: أتدرين أي ليلة هذه؟ فقالت: الله ورسوله أعلم. فقال لها: إنها ليلة النصف من شعبان، يغفر الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة، بص الحتة دي، لعدد من الناس بعدد شعر غنم كلب. وكلب دي قبيلة من قبائل العرب، كانت من أكثر القبائل امتلاكا لرؤوس الغنم. والرسول بيقول لها مش بيغفر في الليلة دي لعدد من الناس قد عدد الغنم، لا، ده قد عدد شعر الغنم. يعني عايز يقول لها ان مغفرة ربنا سبحانه وتعالى واسعة جدا في هذه الليلة. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله في هذه الليلة يغفر لجميع خلقه إلا اثنين: إلا مشرك أو مشاحن. ومشاحن دي بقى الحاجة اللي عاوزك تاخد بالك منها وعاوزك تحذرها، إن يكون بينك وبين حد خصومة في هذه الليلة، دي كفيلة إن تجعل ربنا سبحانه وتعالى لا يغفر لك. الإسلام دين جميل، دين رائع، اداك الحق إنك تزعل لما تحصل بينك وبين واحد مشكلة، لكن قال لك زعلك ده ما يزيدش على 3 أيام، وإلا في اليوم الرابع لو ما صالحتش اللي انت اتخاصمت معاه يبقى انت بتحمل اسم وبتاخد ذنوب. فأنا خاصمت واحد صاحبي، خاصمت أخويا، 3 أيام، اليوم الرابع لازم أقول له السلام عليكم، أبعت له في ليلة النص اللي أنا مخاصمه: كل سنة وأنت طيب. رد أهلا وسهلا، خرج من الذنب. ما ردش ده ما يزعلنيش، لأن النبي قال لو ما ردش عليك ربنا سبحانه وتعالى يقيد لك ملكا يرد عليك السلام. إذا فأنا لما أجي أكلم حد أنا مخاصمه أو أبعت له رسالة وأقول له سلام عليكم، أنا بعمل كده علشان نفسي، علشان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل مني ويغفر لي، مش بعمل كده علشان ده أو علشان أنا ضعيف الشخصية. وخلي بالك لما تيجي أنت تبدأ بالسلام أو تيجي أنت تتكلم، محدش يضحك عليك ويقول لك اللي بيعمل كده ضعيف الشخصية، لا، اللي بيعمل كده ضعيف الشخصية ده عند الناس، لكن عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم قال: وخيرهما، الأحسن فيهم والأفضل، الذي يبدأ بالسلام. فتبدأ أنت بالسلام، تعرف على طول إنك أحسن منه، تعرف على طول إنك أفضل منه.